يا عبد الرحمن، عاوز لابتوب في حدود ال 25,000 جنيه، ترشح لي ايه؟ من اكتر الكومنتس اللي بتجيلي او الدي امز هو يا عبد الرحمن احنا عاوزين لابتوب في رينج كذا، نجيب ايه؟ والفكره هنا ان اجابه السؤال ده بتكون كبيره جدا وصعب ان انا اديك اجابه واحده، لان على حسب استخدامك وعلى حسب الاتجاه اللي انت عايزه من اللابتوب ده الاجابات حرفيا كلها بتختلف، وكمان عايزه جديد ولا مستعمل والكلام ده كله. ففي الفيديو ده انا هقول لك بطريقه بدائيه كده وبسيطه ازاي ممكن تتوقع ايه الرينج اللابات او الفئات المعينه اللي انت هتحتاجها. يعني ممكن كده بسبب الطريقه دي ان انت تحط قدامك على الترابيزه 5 اسماء تختار منهم. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، بتجيب ورقه وقلم معايا وتبدا تحدد التالي. اول حاجه هنحدد احنا معانا كام جنيه بالظبط. يعني مثلا انا معايا 20,000 جنيه. طب حلو، ال 20,000 جنيه دول يوازوا كام دولار؟ 400 دولار. حلو. تاني حاجه بعد ما بنحدد احنا معانا كام جنيه بنبدا نشوف احنا عاوزين لابتوب جديد ولا مستعمل، علشان دي اجابه بتغير تماما طريقه البحث اللي بندور بيها. تالت حاجه بنبدا نحدد احنا عاوزين اللابتوب ده لايه. هل احنا عاوزينه للجيمز؟ هل احنا عاوزينه لشغل مكتب؟ عايزينه لشغل المونتاج والجرافيكس والحاجات دي، علشان نكون عارفين احنا هنمشي في انهي اتجاه. لان خلي بالك لما بتركز اكتر انت عاوزه لايه بالظبط او لشكل اساسي الموضوع بيكون اسهل. انت كده كده هتجيب اللابتوب للشغل بس هتلعب عليه، ولكن تركيزك الاساسي للشغل، فبالتالي ده هيفرق معانا جدا واحنا بنختار. ركز معايا بقى كده لحد دلوقتي احنا معانا 3 معلومات. احنا معانا كام جنيه، عاوزين اللابتوب جديد ولا مستعمل، وكمان عاوزينه لايه بالظبط. بعد كده هنيجي في الخطوه الرابعه ودي خطوه معقده شويه، احنا هنستعين فيها على الذكاء الاصطناعي ولكن مع مراعاه الظروف اللي في السوق عندنا. يعني مثلا احنا هنا في مصر عشان نستورد حاجه من بره بيبقى عليها جمارك وعليها ضرائب والكلام ده، وعلشان توصل للتاجر فالتاجر بيحط نسبه ربحه والكلام ده كله، فاحنا كده دخلنا في دوامه كبيره قوي. فدي بقى نبدا نشوف هي كام تقريبا النسبه دي، 30 35% 40% الكلام ده كله، ونبدا نخصم الفلوس دي من نسبه اللابتوب، وبالتالي بيتبقى معايا مبلغ معين، فليكن مثلا 150 دولار 200 دولار 300 دولار. بعد كده ندخل لشات جي بي تي ونقول له احنا عاوزين لابتوب للاديت او لابتوب للجيمنج على حسب احنا اخترنا ايه ببادجت 300 دولار. بس معلومه مهمه لازم تقولها له بالدولار، لان هو مش متابع اسعار الجنيه المصري ولا حتى متابع اسعار السوق المصري، وبالتالي احنا وفرنا على نفسنا الخطوه دي. قلنا له يا باشا احنا عاوزين لابتوب مثلا ب 300 دولار، هو عارف اللابتوبز اللي ب 300 دولار اللي في السوق، او هتكون اسهل عليه من ان هو يجيب لابتوبز استعمال وكمان تكون محسوب الضريبه بتاعتها والجمارك والكلام ده، وبيبدا يعمل ليست كده قدامنا من اللابتوبز المتاحه في الفئه السعريه دي، واللي بدورنا هنا هنبدا نشوف الانسب لينا. يعني احنا مثلا بدل ما كان قدامنا 100 لابتوب بنختار منهم بقى قدامنا على الاقل 15. ساعتها انت لما تكون محتار وتبدا تشوف ريفيو لكل لابتوب فيهم هتكون قدامك الخيارات قليله، وبالتالي الاختيار هيبقى سهل. للتاكيد انا مش بقول لك ان الطريقه دي 100% صح، انا بقول لك ان الطريقه دي هتقلل عليك رينج البحث، علشان انت نفسك لما تيجي تشتري تكون عارف ان انت محتار بين كذا وكذا وكذا، مش ما تكونش عارف لسه انت اصلا فين واللابتوب فين. واللي عنده طريقه تانية يكتبها لنا تحت في الكومنتس علشان نستفيد من بعض. وشكرا، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.